قرار إيقاف كولر مش من النهارده اتاخد، القرار ده من أيام ماتش الزمالك في السوبر في السعودية وهُم مش مقتنعين بكولر، لا إعلام الأهلي ولا إدارة الأهلي ولا الخطيب ولا كل المنتسبين للأهلي مقتنعين بكولر من بعد ما جوميز نجح إن هو يفوز عليه وياخد منه السوبر الأفريقي، وبعدها بشهر برضه في نفس السوبر المصري فازوا بضربات الجزاء ترجيحية وما كانش في اقتناع بكولر، فمن وقتها وهُم بيدرسوا كويس أوي إزاي يضعفوا الزمالك وإزاي يتخلّصوا وإزاي إن هُم يتعاقدوا مع جوميز اللي هو قدر إن هو يكسب السوبر مننا بشوية اللعيبة التعبانين دول. الأهلي بصفقاته، بتدعيماته، برئيس الاتحاد الأفريقي اللي كان بيشجعه في الملعب، بتركي الشيخ، الزمالك قدر إن هو يقضي عليه وياخد منه كاس السوبر الأفريقي اللي هو واجعهم لغاية دلوقتي. قرار الإقالة متاخد من يوم ما ناصر منسي علّم عليهم وخد منهم كاس السوبر بقيادة جوميز، فالنهارده هياخد منك زيزو وبيفكر ياخد جوميز وبيفاوض جوميز على فكرة، لكن قرار الإقالة ده لو أنت مصدق إن هو بسبب النتايج المتردية وصن داونز لأ، هو متاخد من زمان أوي، بس هم اتأخروا في القرار عشان يقدروا إن هم يتعاقدوا مع جوميز ويعملوا كوبري ويودي ويجيب، وفي الآخر جوميز قال لك ما ينفعش إن هو يرجع تاني للدوري المصري لأنه القوانين واللوائح بتمنع كده. هنشوف الفترة اللي جاية هم هيعملوا إيه، عمال يدّوا مسكنات وصفقة زي ما واحد محمد علي بن رمضان ب6.000.000$ يا مؤمن، فلوس زي الرز، أنا مش عارف مصدر الفلوس دي من فين، وهافضل أسأل على مصدر الفلوس دي من فين. باقول للناس في الزمالك لو عملتوا شغلكم بس هتقدروا إن أنتم تنهوا على الأسطورة الإدارية الوهمية اللي اسمها محمود الخطيب. الفترة اللي جاية محتاجين الكل يتكاتف، لإن هم كده بيتخبطوا وبيصرفوا فلوس في الهوا.